يا مساء الفل والورد والسعادة على أجمل اخوات في الدنيا، وحشتوني يا حبايب قلبي. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا النهاردة نعمل المخلل، الليمون المخلل أو الليمون المعصفر. عندي كيلو من الليمون، هغسله غسلة كويسة وهسلقه في المية لمدة 5 دقايق. لما أحس إن الليمونة اتريت أو إن اتفتحت زي ما انتوا شايفين كده، أطفي عليها وهصفيه وأعين المية الليمون عشان هحتاجها تاني. طريقة النقع في الليمون، أنا عندي طريقتين للنقع. لا إما نجيب الليمون وننقعه في مية بملح لمدة يوم كامل، لا إما أنقعه في المية زي ما أنا عملت كده لمدة يومين، وأغير المية بتاعت الليمون من 3 ل4 مرات في اليوم. عايزة المرارة تنمنع خالص من الليمون. ادي كده الليمون بعد ما اتنقع لمدة يومين صفيته. وعندي ربع كيلو من الشطة الخضراء، هخللها مع الليمون. هاشيل العنقود بتاعها عشان بتاخد مكان، وكمان انا هحتفظ بالبذور بتاعتها عشان الشطة انا عايزة الشطة تتغلغل جوه الليمون، تقدري على المرارة بتاعت الليمون دي خالص. عشان كده انا مش هشيلها. تمام. عندي ربع كيلو من الشطة الحمراء. انتوا عارفين ان الشطة الحمراء دي اساسي، ان هي زي مادة حافظة واساسي في اي مخلل. هحط للكيلو ليمون نص كوباية ملح، المج الموجود عندنا في اي بيت. وينفع ان انا احط عليه فلفل الاحمر، الفلفل الحلو بتاعنا مش الرومي، بس للاسف انا ما كانش عندي متوفر، استكفيت بالشطة فقط. ربع كيلو من الشطة، وضفت عليها الملح وزودت بيه مية الليمون، وعملتها وضربتها في الكبة، خليته ان هو مطحون خالص ده. خدت كمية من الشطة، الخليط اللي انا ضربته في الكبة، ونزلت بيه على الليمون. عايزة الشطة تتغلغل في كل ليمونة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده جبت الليمون وحبيت ان انا احشيه زي اللي انا بجيبه من المحلات. جبت كمية من الزعفران وحبة البركة، ودول موجودين في اي عطار، اسفة. وجبت الليمونة وقسمتها نصين، او قسمتها من النص، اديتها خط، ومن الجنب الناحية التانية خط، عملتها على شكل زائد كده وحشيتها بالمنظر ده. شفت الجمال؟ الله اكبر، حاجة بسم الله ما شاء الله في الخيال كده، حاجة تحفة تفتح النفس لوحديها. تعالى نعملها تاني. قسمتها من النص وخدت كمان من الجنب، هتديني على شكل زائد كده، وهحشيها. الليمون والحاجات المخللة دي لازم لازم على سفرة رمضان، بتفتح النفس كده بسم الله ما شاء الله. ربنا يتقبل مننا يا رب. خلصت الكمية كلها. باقي كان فاضل كام معلقة أو معلقتين من الزعفران وحبة البركة، زودتهم على الهريسة الشطة. الزعفران بسم الله ما شاء الله بيدي لون كده وريحة الليمون، حاجة تجنن كده، حاجة بتفتح النفس. عندي عصير الشطة مع الملح، اسمه ايه، العصفر، حاجة بسم الله ما شاء الله كده جاهزة. هبدأ أحطه في البرطمان. أنا حطيت الشطة في الأول، طب ليه يا نور؟ عشان الشطة خفيفة يا حبايب قلبي، وأول ما ينحط عليها المية بتترفع لفوق. لا أنا عايزاها تتغلغل وتاخد من أطعمة الليمون وتتخلل كويس، عشان كده أنا فضلت إن أنا أحطها تحت. ورصيت الليمون فوقها. أنا الشطة عندي قسمتها نصين، نص هحطه في تحت في البرطمان خالص، والنص التاني بين الليمون وبعضه. هبدأ في رص الليمون، وأول ما أوصل للنص هحط كمية الشطة التانية. لازم الرص الليموني يا حبايب قلبي عشان يتخلل كويس، إن المحلول يوصل لكل مكان في الليمونة، مش ينهري مني. عشان كده لازم نرصه كويس. وصلت للنص، حطيت الشطة، كمية الشطة الفاضلة. بعد كده هحط باقي الليمون. عند ما اوصل هلقوم البرطمان.
وهزود بعصير الشطة اللي انا عاملينه مع بعض، مية الليمون مع الشطة مع عصفر مع الملح، اوصل لعند اغطي الليمون كله لعند ما اوصل للحلقوم، يعني عندي الليمون كله متغطي، وهضيف عليه شوية زيت عشان يمنع التفاعل مع الهواء. طريقة سهلة وبسيطة، يا رب الفكرة تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.